يا مساء الفل عليكم او صباح الفل ايا كان الوقت اللي انت بتشوفني فيه. من الحاجات اللي احنا بنقع فيها دايما كالعاده، وانا اولكم يعني بس انا بحاول بقى ايه، يبقى في تمعن كده، يبقى في تفكير، يبقى في تامل، يبقى في تغيير. يبقى زي ما قلت في الفيديو اللي فات، الرادار بتاعي يبقى شغال فيراقب الدنيا والكلام ده كله. من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم عليها هي فكره الفرحه ما بتكملش. يعني الفرحة ما بتكملش والحلو ما بيكملش، وكل حاجة حلوة ولا كل فرحة حلوة عمرها قصير، وكلام حلو من هذا القبيل. على فكرة، دي قمة النعمة. ازاي يعني قمة النعمة ان يبقى فرحة قصيرة ومش عارف ايه ده كلام يا راجل. اه، قمة النعمة. ليه بقى؟ لان بمنتهى البساطة الانسان بيمل، بيزهق، بيزهق من اي حاجة. فتخيل حياتك كلها بامبي، حياتك كلها عمرك كله بامبي في بامبي. ايه الملل ده؟ انت اصلا يعني هتزهق وهتمل من البامبي اللي انت عايش فيه. هتبقى عاوز شويه شطه عشان تعرف قيمه البامبي اللي انت فيه. انت اصلا انت لما حياتك كلها تبقى بامبي في بامبي كده، والدنيا ما شاء الله الله اكبر. فين الاكشن؟ فين السسبنس؟ فين قيمه الفرحه؟ الا اذا شفت عدم الفرحه. قيمه السعاده ايه الا اذا شفت الحزن فعلا. يعني زي ما كنا بنشوف في العربي كده، او كنا بناخد في العربي، التضاد او الطباق يوضح المعنى ويقويه. المعنى ده هيوضح ازاي وهيقوى ازاي الا اذا كان فيه طباق او تضاد، حاجتين عكس بعض. فانت لازم تحس بدي، او لازم تعيش دي عشان تحس بدي، وتعيش دي عشان تحس دي. ده شيء طبيعي. لكن حياتك كلها يعني فرحة في فرحة، فانت هتزهق، انت هتمل. تخيل كده انت في حاجة نفسك فيها قوي، اي حاجة من متاع الدنيا، اي حاجة، موبايل جديد، عربية، ايا كان، حاجة صغيرة حاجة كبيرة، ايا كان ايه الحاجة اللي نفسك فيها. طول ما الحاجة بعيدة عنك، يعني انت ما انتش على بعضك. يا لو الحاجة دي جات لي بس، ده انا خلاص، ده انا ملكت الدنيا باللي فيها، ده انا. اول ما الحاجة تيجي في ايدك، الفرحة الاولانية شوية، ما يعني ما هي حلوة، يعني هي حلوة شوية تانية، بس بقى اصل يعني بقى عادي. شويتين تلاتة انت زهقت منها. لا مش دي الحاجة اللي كنت هتموت عليها وخلاص قال ايه اللي حصل؟ ده طبع الانسان. الحاجة طول ما هي بعيدة عنه فهي مطلوبة. الممنوع مرغوب. اول ما الممنوع ده يبقى خلاص في ايدك، خلاص بياخد زهوته وبيروح، بياخد الحلاوة بتاعته والجمال بتاعه والحماس بتاعه وبيروح. زيه زي اي حاجة هتزهق منه. اي حاجة هتزهق منها. لو حياتك كلها فرح في فرح في فرح، انت هتزهق، الحياة هتمسخ، هتبقى كلها كريز كريز كريز. مفيش، لازم تحدق بحتة جبنة حتى او حتة مخلل عشان تعرف قيمة الكريز. فلازم يبقى في تنويع، لازم يبقى في اكشن سسبنس. ده اللي بيدي للحياة معنى. كان في مقولة لإبراهيم الفقي أظن سمعتها منه زمان، كانت بتقول: لولا عكس المعنى ما كان للمعنى معنى. اللي هو اللي كنا قلناه من شوية، الطباق يوضح المعنى ويقويه. لولا عكس المعنى ما كان للمعنى معنى. عمرك ما هتحس بقيمة الحاجة أو قيمة المعنى إلا إذا شفت عكس المعنى بتاعه. تخيل الحياة كلها عاوزين نشوف شعورين ضد بعض مثلا، ما هي السعادة؟ هي السعادة أقرب حاجة. الحياة كلها سعادة في سعادة، هتزهق. فلازم تشوف الحزن عشان تعرف قيمة السعادة. التفاؤل والتشاؤم، دايما ليا انا وجهة نظر في الحتة دي وبتفهم فيها غلط. كتير يتقال لي ان انا متشائم، مع اني انا مش متشائم، انا متفائل. يقول ازاي ده انت بتقول كذا وكذا 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 وكذا. ايوه، ما هو كذا وكذا 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 ده الواقع، يعني في مساوئ في الواقع، كذا وكذا وكذا وكذا. حلو. المتشائم بقى هيبص للسواد ده وبس، واللي جاي هيبقى أسوأ ونيلة وقطران ومفيش أي أمل في الحياة وهيروح ينتحر. ده المتشائم بقى. لكن سرد الواقع ده بالعكس، ده عين العقل. أنت بتسرد الواقع وبتتحدى الواقع بالتفاؤل. فأنا بتفائل إن الوضع ده يتحسن، بتفائل إن الدنيا تبقى أفضل. يعني تخيل لو الدنيا زي ما قلت بامبي 100 فل و14، أنا هتفائل بإيه؟ يعني فين قيمة التفاؤل بقى؟ ما أنا حياتي حلوة، هتفائل بإيه؟ الواحد بيتفائل إن الحاجة الوحشة تبقى حلوة، إن الحاجة اللي مش تمام تتظبط. فبتفائل بقى، بتفائل إن الوضع اللي مش كويس يبقى كويس. لكن لو أنا وضعي كويس هتفائل بإيه؟ هتفائل إن الوضع يبقى وحش يعني؟ يعني ما دي نفس الفكرة. التفاؤل عكس التشاؤم. التفاؤل ما كانش هيبقى ليه أي قيمة إلا إذا كانت الأوضاع مش كويسة، فأنا بتفائل إن الأوضاع اللي مش كويسة تبقى كويسة. لكن مفيش مفيش اسمه ايه ده، مفيش حاجة وحشة في الحياة. طب خلاص،
ما عادش فيه قيمة أصلا، التفاؤل اتلغى، بقى في إكس حمراء على التفاؤل كده، شكرا خلاص. وهكذا أمثلة كتير جدا، أنا مش عاوز أطول في الأمثلة، ولكن الشاهد إن لولا عكس المعنى ما كان للمعنى معنى. الفرحة لما تبقى قصيرة وتروح بيجي مكانها حزن أو وضع عادي أو أيا كان، لما تيجي فرحة تانية بعدها أنت هتحس بقيمتها أكتر، تحس بقيمة الفرحة فعلا، هتعيشها فعلا بجد. لكن لو حياتك كلها فرح فرح أنت هتزهق وهتمل. أشوفكم على خير، السلام عليكم.